السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم نونا من قناة حياة نونا. النهاردة بقى ايه؟ هنعمل تتبيلة بانيه تحفة، وحتى الغلاف الخارجي بتاعه ده حلو جدا جدا جدا. تابعوا بقى معايا الفيديو من اول للاخر عشان تشوفوا هيتعمل ازاي. اول حاجة كده جبت بصلاية متوسطة وقطعتها في الكبة، وبرده طماطمايه وقطعتها في الكبة كده زي ما انتوا شايفين، كل حاجة ايه في الكبة كده. وجبت كوبايه زبادي طبعا عشان احنا عارفين الزبادي بيطري الانسجه بتاعه الفراخ او البانيه يعني. وهنا بقى زعتر وكاري وروزماري وبابريكا وشويه كركم صغيرين وشويه بهارات صغيرين وبودره ثوم وشويه ريحان. دي التوابل بتاعتي. تمام، هحطها بقى كلها كده زي ما انتوا شايفين. اللي مش حابب حاجه من اللي احنا قلناها كده ممكن تشيليها خالص وتستغنى عنها. حطي توابل ان انت بتحبيها. بعد كده جبت ليمونه. طبعا انتوا عارفين الليمون طبعا بيبقى مهم جدا، بيمنع اي زفاره وما بيديش طعم، هو بيدي ايه ريحه حلوه كده في الحاجه. وحطيت معلش معلقه باربيكيو، عايزه برضو تستغني عنها مفيش مشاكل، هي مش هتأثر في حاجه. هي كلها ايه حاجات زياده يعني بتخلي الطعم حلو، لو عندك حطي. وحطيت برضو شويه زيت وشويه ملح بتوعي كده اهم زي ما انتوا شايفين. طبعا ايه ما نكترش الملح، انا هنا ايه خلاص بقى يعني الواحد بيعاير بايده كده فخلاص عارف الحوار. وشويه خل برضو حلوين كده، معلقه كبيره اهو زي ما انتوا شايفين. انا بحط حبه صغيره جدا. نضرب بقى الحاجات دي كلها كده. بجد بجد التتبيله دي تحفه، جربوها تعجبكم جدا. لو انت عروسه جديده ولسه بقى داخل المطبخ جديد، لا جربي والله التتبيله دي هتلاقيها حلوه جدا. انا طبعا مش بعلم حد، انا بقول لكم طريقتي، والحاجه اللي بتطلع حلوه يا جماعه انا بقول لكم عليها. كده بقى انا خلصت كده التتبيله. واحط ورقتين لورا، ولو عندك مطحون برضو حطي. هحط بقى ايه كميه البانيه بتاعتي. طبعا انت بتكتري الكميه على حسب الكميه اللي عندك، فكل واحد على حسب الكميه اللي هو ايه جيبها. انا بحب اعمل الكميه كتيره شويه بتاعت التتبيله عشان تغطي كل قطع البانيه زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو على فكرة اللي ما شافش الفيديو اللي فات كان الفراخ المشوية في الفرن، روحوا شوفوه حلو جدا 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 بجد والله هتعجبكم جدا الطريقة دي. كده بقى انا بقلب كله من بعضه، لازم تقلبيه كويس قوي عشان ايه كله كده يبقى في التتبيلة وياخد طعم التتبيلة لما تسيبيه في التلاجة. طبعا ايه تقدري تغطيه انتي بطبق او اللي هو الاغطية الاكياس اللي طالعة. انا هنا ايه غطيته بالاسترتش رول، اللي هو رول، فده بالنسبه لي حلو قوي. بعد كده حطيته طبعا في التلاجة، وبعد ساعتين 3 ايه بعمل بقى حطيت جبت طبق وحطيت بيضة وشوية لبن عليها وفلفل اسمر زي ما انتوا شايفين وضربتهم كلهم. خلاص اللبن بنحطه على البيض عشان ما تستهلكيش بيض كتير. في ناس بتعمله بيض بس، هتضطري بقى تاخدي 3 بيضات او حاجات زي كده. اللبن بيبقى حلو قوي معاه وبيطريه كمان. فدي تكات كده بسيطة في الحاجات في البانيه. قلتها لكم اهو ده مش سر المهنة، لا بس التكات بجد بتخلي البانيه حلو قوي. زي ما انتوا شايفين جبت البقسماط وحطيت شوية بقسماط، وده كريسبي كده بتجيبيه من عند العطار سايب. تقدري تقولي له اللي هو كورن فليكس مدشوش او كريسبي، بس ده هو كريسبي مدشوش. بتجيبيه كده قولي له الكريسبي بتاع البانيه، فبيديهولك كده بصراحه حلو جدا. بيخلي الحاجه مقرمشه كده من بره، وبتبقى زي بتاعت بره كده لما بيقدمها لك في المحلات بقى اللي هي تيكاوي والحاجات دي. حطيت برضو شويه دي عشان ايه ما اعملش كذا طبق، حطيت كله على بعضه. فالطريقه دي حلوه بتغنيك ان انت في ناس بتعمل طبق البيض باللبن وطبق الكريسبي وطبق دقيق والكلام ده، لا حطي كله على بعضه كده هيطلع الطبق حلوه جدا ومعزوره عن الفراخ. تقدري بقى تحطي من نفس البهارات اللي انا حطاها جوه البانيه من بره. يعني انا حطيت شويه بابريكا، شويه كركم، شويه كاري كده وشويه زعتر. كل الحاجات دي انا مش هحطهم كلهم، بس انا كل الحاجات دي بتدي طعم بره. وحطيت روزماري. كل الحاجات دي بتدي طعم بره يا جماعه، بتخلي الطبقه الخارجيه حلوه كده وتاكليها يعني فاهمين. قلبت بقى كله ده كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هنا حطيت شويه ايه كركم بسيطه قوي
هبدأ بقى اجيب البانيه بتاعي اهو. بعد ما قعد في التلاجة، تقدري انت لو عندك عزومة تسيبيه قبلها بيوم بالليل، على حسب بقى ما انت عاملاه. تمام يعني عادي، بس اقل حاجة يقعد في التلاجة ساعة. حطيت بقى كده ايه البانيه بتاعي في البيض واللبن. خلاص. وبصوا بقى ايه، يعني هديها وش وظهر كده عشان ايه تاخد من البيض والطبقة الخارجية تمسك، لما اجي اقليه تمسك بقى. تمام كده. ده كانت بسيطة قوي بجد، الواحد اتعلمها واحدة واحدة كده في المطبخ، يعني ما اتعلمهاش طبعا مرة واحدة ولا اتولد وهو عارفها. فهو مع الممارسة يا جماعة بجد، ده يقولك معلومة، مامتك تقولك معلومة. ربنا يخلي امهاتنا كلنا يا رب كده، ويرحم امواتنا واموات المسلمين. آه يعني تكات كده بتعرفيها مثلا من الناس الكبيرة، من طريقة انت شفتيها مثلا في التلفزيون، فكل التكات دي بتفرق جامد. بصوا حطيت بقى كله كده، وافضل بقى ايه احط الطبقة التانية وش وظهر كده عشان ايه كله يتغطى. بس لازم تحطي البانيه كله في البيض في الطبق بتاع البيض واللبن عشان تمسك معاكي وما يفرولش في الزيت. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما بتعمليها تتكي عليها بايدك كده اهو، تتكي على التتبيله بايدك عشان كله ايه يثبت كده في قطعه البانيه. طبعا انا حاطه هنا كيس على الطبق عشان ايه ما صفرش الدنيا، يا دوبك ايه اشيل واشطف الطبق وخلاص على كده. بصوا يا جماعه، اهم حاجه والله بجد وانت بتعملي اي حاجه، ما تسيبيش حاجات كتير جنبك، ما توسخيش جنبك حاجات كتير، هتحسي بهرجله وكده. طبعا انا حطيته في التلاجة دي برضو تكه مهمه جدا. لازم تحطيه في التلاجة على الاقل ربع ساعه نص ساعه عشان التتبيله تمسك فيه. ممكن لو انت مستعجله تحطيه شويه 5 دقايق كده في الفريزر، التتبيله هتمسك فيه. تمام. انا هنا كنت مستعجله فحطيته شويه صغيرين جدا في التلاجة اهو. زي ما انتوا شايفين، انا بصوا ما بستناش بقى ايه تكايه برضو كده، انا ما بستناش الوش ما يتحمر خالص واعمله واقلبه، لا شويه واقلب شويه واقلب، بيبقى الطبقه لونها حلو والطبقه بتبقى شكلها حلو. فما تستنيش ان هو يتحرق وتقلبيه، او هو يتحمر خالص وتقلبيه على الوش تاني. شايفين بقى هو اتقطع بكل سهوله وطري كده وبيدوب في البق. بصراحه كان حلو جدا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. وعملت طبعا جنبيه مكرونه وسلطه طحينه والشطه، وكان في سلطه تانية بس ما اتصورتش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.